كائن عاش من آلاف السنين، شاف حضارات بتموت وتقوم، وشاف الأرض بتتغير حواليه، وعرف معنى الصبر والحكمة. مستكشف الزمن وصاحب لغة سرية محدش بيقدر يفهمها غير اللي بيسمع بقلبه. في كل خطوة بيمشيها وفي كل نظرة من عينيه بيحكي قصة عن الحب والحزن والوفا، كأنه أسطورة ماشية بينا على الأرض. تعال اما احكي لك حكايته. الفيل من أذكى الكائنات في الحفاظ على البيئة، وهو بيدور على طعام وبينقل بذور النباتات لمسافات بعيدة، وده بيخلق غابات ويزود تنوع الحياة. الفيلة كمان عندها قدرة عجيبة على قراءة الأرض، بيحسوا بالرطوبة تحت الأرض ويعرفوا مكان المية حتى لو كانت مخفية تحت الرمال والصخور. حياتهم مليانة صعوبات من الجفاف، حر الشمس وصيد الإنسان، ومناطق الغابات اللي بقت تقل، لكنهم دايما صامدين بيتعاونوا مع بعض، وده اللي بيخليهم كائنات أسطورية حقيقية. الغريب إن الفيلة عندها نظام اجتماعي معقد. الإناث بترقص القطيع، والقرارات المهمة زي البحث عن المية أو الهجرة بتعتمد على أقدم أنثى اللي بتحمل ذكريات عقود كاملة. بيظهر عندهم حزن وعزة حقيقي لما بيموت واحد من القطيع. الفيلة بيتجمعوا حوالين الجثة، بيلمسوها ويراقبوها بالساعات، وكأنهم بيشاركوا الحزن مع الروح نفسها. عندهم لغة سرية من الاهتزازات والأصوات تحت السمع البشري، يقدروا يحذروا بعض من الأخطار وينبهوا عن العواصف أو الحيوانات المفترسة. الغريب الذكور لما بيبقوا لوحدهم ممكن يمشوا عشرات الكيلومترات، كل يوم بيبحثوا عن الطعام والماء، بس دايما بيرجعوا للقطيع. عندهم ولاء غريب، وده اللي بيخليهم متميزين. الخرطوم عند الفيل مش مجرد أنف، ده أداة خارقة فيها حوالي 150 ألف عضلة صغيرة، بيقدر يرفع بيها أكتر من 140 كيلو في وقت واحد، يشم بيها ريحة المية والفواكه وحتى ريحة المخاطر من مسافات بعيدة. الفيلة عندها جلد سميك لكن مليان طيات دقيقة جدا. الطيات دي مش بس لحماية الجسم، لكنها كمان مخازن للرطوبة، بتساعده يبرد نفسه في الشمس الحارقة. قلب الفيل ضخم، وزنه حوالي 12 كيلو، لكن بيضخ حوالي 60 لتر دم في الدقيقة، يعني قلبه شغله كله قوة وحياة. ودنه مش بس بتسمع، بتساعده على تنظيم درجة الحرارة كأنها مراوح طبيعية. الأنياب مش مجرد أدوات، بعضها من نوع نادر يمكن يطول لأكتر من 3 أمتار، وبيستخدمها كأدوات للحفر، للبحث عن المية حتى في أعماق الأرض. الفيل مش بس كائن ضخم، ده رمز للحكمة والصبر والوفا. بيعلمنا إن القوة مش في العضلات والحجم، وإن أعظم حاجة ممكن تسيبها في الدنيا مش أثر خطواتك، لكن الأمان اللي سبته في قلوب اللي حواليك. لو عجبتك الحكاية قولي احكي يا نونة، ونكمل الرحلة سوا.